انا عمري ما هسألك عن ماضيك. اهم حاجة انت ايه دلوقتي؟ احلى ممبار بوبس، والطعم ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. هبدأ اجهز حلة ولا نصها مية. انزل بكام ورقة لوري، بعدين انزل بالملح، فلفل اسود مش مطحون، كام فص حبهان وافتحهم الاول، كام عود قرنفل. هسيب المية تغلي، وعلى بال ما تغلي هبدأ اجهز الممبار بتاعي. هنزل بكمية الرز ويكون مغسول كويس. هنزل عليهم بالخضرة، كزبرة وبقدونس وشبت. هنزل بالملح، فلفل اسود، بهارات، بابريكا، ورق لوري مطحون، وحبهان مطحون، ومعلقتين بصل مبشور. وهننزل بعصير طماطم. هنقلب. هجيب الممبار ويكون متنضف كويس ويكون مقلوب على الوش التاني. بعد كده هجيب ازازه بلاستيك وهقطع الزور بتاعها اللي في الاول. هبدا احطها في الممبار كده، وهبدا انزل بالرز. وبعد كده هنزل الرز في الممبار بكل سهوله. هحشي الممبار بالشكل ده. وبعد كده هبدا اوزع الرز في قلب الممبرايه. بعد كده هجهز اي خيط عندي، وهبدا ان انا اقفل الاول بدايه ونهايه الممبرايه. اقفلهم والفها كويس وبس كده. وبعدين اجيب دبوس صغير، وهبدا ان انا اخرم الممبرايه تخريم خفيف كده علشان الميه تخش جوه الممبار وتبدا تسوي لي الرز كويس. وبس كده. هنخلص باقي الكميه ونشوف طريقه البوبس معانا هيبقى شكلها عامل ازاي. طريقه البوبس بقى هنبدا ان احنا هننزل الرز برضو بنفس الطريقه، وكل 2 سم تقريبا هنبدا نلف بالشكل ده. وبرضو مش هنسى ان احنا نخرم كل جزء لوحده. المية كده كانت بدأت تغلي. هبدأ انزل في الممبار واحدة واحدة لمدة من تلت ساعة لنص ساعة. نبدأ نطلعها في طبق لوحده، نبدأ نشيل الخيط، وبعدين هنبدأ نقص الممبار اللي احنا عملناه. بعد كده هنبدأ نجيب طاسة وشوية زيت، الزيت يكون سخن شوية، ونبدأ ننزل في الممبار اللي احنا عملناه ياخد اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده نقلبه على الوش التاني لحد ما نخلص التحمير بتاعه بس كده. ننزل بقى على شوية جرجير، نديله رشة ملح وفلفل وكمون، وبس كده. حاجة في منتهى الجمال. شكله جميل جدا وريحته تحفة. يلا بينا ندوق. بسم الله. الرز بقى اللي بيطلع بقى وبيتحمر ده احلى من اي حاجة في الدنيا. مع شوية جرجير بقى عظمة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم الممبار ده. اشوفكم في فيديو جديد.